واقعة تعلمك انك لازم تخلي بالك من الموبايل اللي في ايد عيالك. الموبايل دلوقتي اللي بقى مع الكبير والصغير. العيل دلوقتي بينزل من بطن امه مع موبايل. تعالوا نسمع الواقعة دي اللي حصلت ما بين الاخت واخوها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة اللي هنتكلم عنها النهاردة حصلت في أسيم في الجيزة. بنت عندها 17 سنة في الصف الثالث الثانوي، تالتة ثانوي، وأخوها عنده 10 سنين في سنة 5 ابتدائي. مامتها وباباها مش موجودين في البيت، نزلوا، هي ماسكة الموبايل وسرحانة ومش واخدة بالها إن أخوها دخل عليها من كتر ما هي مندمجة مع الموبايل. وده بيحصل كتير، تبص تلاقي ابنك قاعد قدامك وماسك الموبايل وتكلمه وسرحان، وممكن ما يردش عليك لأن هو مندمج قوي، ممكن في لعبة، ممكن في مشهد. ولكن هنا البنت أخوها دخل عليها وهي ماسكة الموبايل وسرحانة وفي دنيا تانية. بيبص كده على الموبايل، لما لف وراها بيبص لقى إنها فاتحة على أفلام البورنو، الأفلام القذرة يعني. طبعا ده مشهد للولد لما شاف كده اتخض. ايه ده؟ مش مصدق ان اخته فاتحة وبتتفرج على الحاجات دي. ايه ده اللي انتوا بتتفرجي عليه ده؟ ايه اللي انا شفته دوت؟ هنا على طول هي انتبهت وقالت له لا ابدا، ده ولا حاجه، ده انا ماسكه الموبايل طلع مره فجأة كده. لا 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 لا، انا هقول لماما وهقول لبابا، انا مش هسيبك. انت ازاي تتفرجي على الحاجات ديت؟ دي قله ادب. العيل عارف ان الحاجه دي قله ادب، وان اخته كده بتعمل غلط، وان دي بنت غلط ان هي تتفرج على الحاجات دي. مدرك وفاهم وعارف ان ده غلط، وانا هقول لبابا وماما ومش هسكت. قعدت تحايله، طيب معلش، طب مش هعمل كده تاني، طب هجيب لك شوكولاتايه، طب هعمل هسوي. قال لها برضه اقول لهم، برضه هقول لبابا، برضه هقول لماما. عيل قعد يكرر في الكلام دوت، وهي تحاول وتتحايل عليه، ولكن هو زي ما هو قال لها لا. اللي حصل هنا ان الولد لما اصر على ان هو يقول لابوه وامه، وان هي بتتحايل عليه وهو مش راضي، مسكت التيشيرت بتاعه كده بتشده من التيشيرت، فالتيشيرت اتلف على ايه، على رقبته، ولف التيشيرت كده على رقبته بتشده. الولد اتخنق، شدت التيشيرت على رقبته، العيل مات. بقت مش عارفة تتصرف ازاي، بقت تعيط وانا اعمل ايه دلوقتي، وماما لما تيجي اقول لها ايه. فلما جت الام ودخلت لقت المنظر ده، ايه ده، في اخوك ماله؟ قالت لها معرفش ماله، ده هو كان نازل على السلم والتيشيرت مسك في السور الحديد، لف على رقبته، ومش عارفة ايه ده، في ايه، اغمى عليه ولا ايه. الام قوام شالت ابنها وجريت بيه على المستشفى. قالوا لها ده ميت، ده ميت من ساعتين. هنا على طول المستشفى بلغت الأجهزة الأمنية، وبدأت النيابة تحقق معاها. ايه اللي حصل؟ الأم بتقول اللي قالته بنتها، ده كان نازل على السلم، التيشيرت مسك في السور لف على رقبته، التيشيرت لف على رقبته، مات. أقولها يعني ايه؟ مش فاهمين برضه يعني ايه هو نازل من على السلم، التيشيرت مسك في السور الحديد، لف على رقبته، مات. مش فاهمين ازاي يعني. الأم قالت أنا كنت سايباه مع أخته. طب فين أخته؟ جاب أخته وبدأوا يحققوا معاها. البنت طبعا تحقيقات انهارت
وقالت على كل حاجة وتم القبض عليها. وكل ده ليه؟ علشان خاطر كانت خايفة إن هو يقول لأبوها وأمها، خايفة إن هو يفضح أمرها مع أبوها ومع أمها إن هي بتتفرج على الحاجات دي. أدي آخرة عدم متابعة الأبناء لما بيمسكوا الموبايل في إيديهم. للأسف الشديد بقى سهل أوي دلوقتي، بكم حرف بس أكتبه على الموبايل تبص تلاقي طلعت لي الحاجات دي قدامي والعياذ بالله. ووراها بقى كوارث. لما بتفرج على الحاجات دي بيحصل بعد كده كوارث بقى. ممكن العيلة تمارس العادة السرية، أو الشاب الصغير يتفرج على الحاجات دي يمارس العادة السرية. وممكن الكبير كمان لما يتفرج على الحاجات دي يطلب من مراته حاجات غريبة. ليه؟ لأنه هو بيتفرج على الحاجات دي واعتاد عليها وأدمن عليها. واللي بيفتح الحاجة دي مرة واحدة على طول بعد كده الشيطان بقى إيه يخليه يفتحها مرة تانية والتالتة لغاية ما بيدمنها. أيوة، الدخول على المواقع ديت بتبقى إدمان للأسف الشديد. إدمان إن هو يتفرج على الحاجات القذرة دي. بيبقى راجل كبير ومتجوز وماسك الموبايل في ايده وبيتفرج على الحاجات ديت، وبعد كده بيطلب من مراته حاجات غريبة على حسب ما هو بيتفرج. عيل صغير بيشوف الحاجات دي بيتفرج عليها، بتلاقي على طول بيمارس العادة السرية. وكلنا طبعا عارفين الآثار السلبية العادة السرية. ولكن هنا بنت صغيرة أخوها أصغر منها شاف وضع غلط، حب يبلغ أبوه وأمه وهقول لهم، عملت عقلها بعقله الهبلة. تقول لك هيفضحني؟ طب ما كان قال لهم وخلاص، فيها ايه مالك يعني؟ كان هيقول لهم وكنت هتتضربي وخلاص، بدل ما انت تعملي كده في اخوكي. ولكن هنقول ايه، لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.